سيناريو مباراة الأرجنتين والسعودية يعاد من جديد مع المنتخب الجزائري. المباراة الثانية ستكون أمام المنتخب الأردني، مباراة ديربي بكل المقاييس، وأعتقد أنها مباراة التأهل لكلا الفريقين. أكيد. الجزائر أو الأردن، المنتخب الذي يريد أن يتأهل مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة. على فكرة التعادل ممكن لا يساعد حتى فريقه، ممكن التعادل يقضي على أحلام الفريقين، لهذا الانتصار في تلك المباراة تقريبا يعني تأهل إلى الدور القادم. أكيد الانتصار في مباراة الأردن ويفتح لك الأبواب للتأهل، والمباراة تكون صعبة، ما تقولش أن الأردن مباراة ديربي في الأخير. ديربي، والأردن جاي طموح، فريق طموح، فريق متطور، شفناها لعب نهائي كأس آسيا، نهائي كأس العرب، فريق يعني عنده مستوى جيد، نحترمه فريق الأردن. لكن المباراة هذه مهمة جدا للمنتخب الجزائري. احنا عندنا الامكانيات ان نفوز على الاردن، عندنا الامكانيات البشريه في التعداد تاعنا، عنده الامكانيات ان نفوز على الاردن، لكن الامور ما راح تكون سهله، ولكن لازم التركيز تاعنا يكون جيد في هذه المباراه، لان مباراه التاهل لو تفوز بها تاخذ خطوه كبيره للتاهل قبل مباراه النمسا. طبيعي جدا، هي المباراة الأهم حسب رأيي من أجل تحقيق التأهل ومن أجل الوصول لمباراة النمسا في ظروف مريحة جدا، ولو أنه ممكن حتى المباريات الودية تغلط نسبيا، لأن المنتخب الأردني ليس في أفضل حالاته. شاهدناها من المنتخب السويسري، الحقيقة قدم مباراة نسبيا أقل من المتوسطة يعني. صحيح، يعني المنتخب الأردني في منحنى تصاعدي في البطولات التي شارك فيها مؤخرا كما قال أستاذ أحمد، يعني بطل، ثم تراجع في المباريات الودية، ثم تراجع في المباريات الودية، لكن ليست مقياس وليست معيار. المباريات لا تتشابه والبطولات لا تتشابه والتحديات لا تتشابه أيضا. يعني أعتقد أن تحدي كبير وطموح المنتخب الأردني سيلعب هذه البطولة بدون مركب نقص، ليس له ما يخسره. أعتقد أن من حسن حظنا من وجهة نظري أن سنلعب المباراة الأولى ضد الأرجنتين، نخلص مع الأرجنتين ثم نهتم بالمباراتين اللتان تعتبرا مفتاح التأهل للدور المقبل. المباراة الثالثة هي مباراة النمسا. الجميع ينتظر في هذه المباراة. نتذكر مؤامرة 1982 ذكر بها السادة المشاهدين. في ذلك الوقت المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الألماني وانهزم أمام المنتخب النمساوي، ثم الجولة الثالثة كانت الجزائر وتشيلي والولايات والألمانيا تلعب مع النمسا ولعبوها مع بعض، المنتخب الألماني لعبنا يوم قبلهم ويوم قبل. ومنذ تلك الحادثة أصبحت المباريات من الجولة الثالثة في نفس التوقيت، باعتبار الحكاية كانت واضحة وفاضحة، ولهذا تغيرت المعطيات. على كل أنا عندي شهادة فقط، لأني حاورت أولي شتيليكي مدرب اللاعب الألماني كان صريح جدا، قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما اتفقنا بين الشوطين. هذه للتاريخ، يعني في حوار قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما بين الشوطين اتفقنا بما أنهم لا يبادرون للهجوم فلن نبادر بالهجوم، والواحد صفر سيؤهل الفريقين، نحن لن نبادر ما دام انهم لا يبادرون، وهذا ما حصل. هذا اشتيليكي نعم. المهم حصل اتفاق صح، ولكن في الأخير صار اتفاق، هذا هو، صار اتفاق مع الأسف يعني، ولكن القانون تغير والحمد لله. الآن المباريات في نفس التوقيت، ولو أنه حتى مباريات في نفس التوقيت كانت صارت حادثة سنة 1998. نتذكر بالنسبة للمنتخب المغربي وما حدث بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي، باعتبار المنتخب النرويجي في صورة الفوز 2-1 أو 3-2 في تلك المباراة وفاز 2-1 يتأهل صحبة المنتخب البرازيلي، وهذا ما حدث مع الأسف. يعني حتى تلعب في نفس التوقيت في بعض الأحيان لحسابات ممكن لا تستطيع أن تسيطر عليها. صحيح، لكن الجزائر هو الأول بلد فاز بمباراتين في كأس العالم ولم يتأهل للدور الثاني. صحيح. على كل هذه المباراة الآن كابتن فؤاد، كيف ترى مباراة المنتخب النمسا؟ النمسا لعبت مع تونس وقدمت الحقيقة مباراة جيدة، باعتبار المنتخب النمساوي كان يلعب في نقص عددي، يلعب 10 لاعبين تقريبا طيلة 55 دقيقة في هذه المباراة، وتمكن من تحقيق الانتصار وهو في نقص عددي. صحيح، يعني منتخب متطور جدا خلال الفترة الأخيرة. المنتخب النمساوي سيكون رقم صعب في هذه المجموعة، أكد لكم بأن ما يحتويه من تعداد وأيضا مدرب جيد، أعتقد أن سيكون رقم صعب في هذه المجموعة. وعلى المنتخب الجزائري التحضير جيدا لهذه المباراة، عدم الدخول في الصراع التاريخي والمباراة الثأرية، وإنما التركيز فقط في كيفية الخروج بالنتيجة المرضية التي تؤهلنا على الأقل في المركز الثاني، لأننا لا نريد أن نتأهل في المركز الثالث. كما قال محرز، يعني يكفيك فوز وحيد تقريبا وعدم الخسارة بنتائج ثقيلة في المباراتين الأخرتين من أجل التأهل كأفضل ثالث.
يعني 8 من 12 ثالث يتأهلون إلى الدور الثاني. مباراة مهمة ومهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري. أعتقد أن علينا نسيان الجانب التاريخي. هو سيناريو مباراة الأرجنتين والسعودية يعاد من جديد مع المنتخب الجزائري. المباراة الثانية ستكون أمام المنتخب الأردني، مباراة ديربي بكل المقاييس، وأعتقد أنها مباراة التأهل لكلا الفريقين. أكيد. الجزائر أو الأردن، المنتخب الذي يريد أن يتأهل مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المباراة. على فكرة التعادل ممكن لا يساعد حتى فريقه، ممكن التعادل يقضي على أحلام الفريقين، لهذا الانتصار في تلك المباراة تقريبا يعني تأهل إلى الدور القادم. أكيد الانتصار في مباراة الأردن ويفتح لك الأبواب للتأهل، والمباراة تكون صعبة. ما تقولش أن الأردن مباراة ديربي في الأخير. ديربي، والأردن جاي طموح، فريق متطور. شفناها لعب نهائي كأس آسيا، نهائي كأس العرب، فريق يعني عنده مستوى جيد، نحترموا فريق الأردن. لكن المباراة هذه مهمة جدا للمنتخب الجزائري. احنا عندنا الامكانيات ان نفوز على الاردن، عندنا الامكانيات البشريه في التعداد تاعنا، عنده الامكانيات ان نفوز على الاردن، لكن الامور ما راح تكون سهله، ولكن لازم التركيز تاعنا يكون جيد في هذه المباراه، لان مباراه التاهل لو تفوز بها تاخذ خطوه كبيره للتاهل قبل مباراه النمسا. طبيعي جدا، هي المباراة الأهم حسب رأيي من أجل تحقيق التأهل ومن أجل الوصول لمباراة النمسا في ظروف مريحة جدا، ولو أنه ممكن حتى المباريات الودية تغلط نسبيا، لأن المنتخب الأردني ليس في أفضل حالاته. شاهدناها من المنتخب السويسري، الحقيقة قدم مباراة نسبيا أقل من المتوسطة يعني. صحيح، يعني المنتخب الأردني في منحنى تصاعدي في البطولات التي شارك فيها مؤخرا كما قال أستاذ أحمد، يعني بطل، ثم تراجع في المباريات الودية، ثم تراجع في المباريات الودية، لكن ليست مقياس وليست معيار. المباريات لا تتشابه والبطولات لا تتشابه والتحديات لا تتشابه أيضا. يعني أعتقد أن تحدي كبير وطموح المنتخب الأردني سيلعب هذه البطولة بدون مركب نقص، ليس له ما يخسره. أعتقد أن من حسن حظنا، من وجهة نظري، أن سنلعب المباراة الأولى ضد الأرجنتين، نخلص مع الأرجنتين ثم نهتم بالمباراتين اللتان تعتبرا مفتاح التأهل للدور المقبل. المباراة الثالثة هي مباراة النمسا. الجميع ينتظر في هذه المباراة. نتذكر مؤامرة 1982 ذكر بها السادة المشاهدين. في ذلك الوقت المنتخب الجزائري فاز على المنتخب الألماني وانهزم أمام المنتخب النمساوي، ثم الجولة الثالثة كانت الجزائر وتشيلي والولايات والألمانيا تلعب مع النمسا ولعبوها مع بعض، المنتخب الألماني لعبنا يوم قبلهم ويوم قبل. ومنذ تلك الحادثة أصبحت المباريات من الجولة الثالثة في نفس التوقيت، باعتبار الحقيقة كانت واضحة وفاضحة، ولهذا تغيرت المعطيات. على كل، أنا عندي شهادة فقط لأني حاورت أولي شتيليكي مدرب اللاعب الألماني كان صريح جدا، قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما اتفقنا بين الشوطين. هذه للتاريخ، يعني في حوار قال لي لم نتفق قبل المباراة وإنما بين الشوطين اتفقنا بما أنهم لا يبادرون للهجوم فلن نبادر بالهجوم، وال1-0 سيؤهل فريقين، نحن لن نبادر ما دام أنهم لا يبادرون، وهذا ما حصل. هذا شتيليكي نعم. المهم حصل اتفاق. صح، ولكن في الأخير صار اتفاق، هذا هو، صار اتفاق مع الأسف يعني، ولكن القانون تغير والحمد لله. الآن المباريات في نفس التوقيت، ولو أنه حتى مباريات في نفس التوقيت كانت صارت حادثة سنة 1998. نتذكر بالنسبة للمنتخب المغربي وما حدث بين المنتخب البرازيلي والمنتخب النرويجي، باعتبار المنتخب النرويجي في صورة الفوز 2-1 أو 3-2 في تلك المباراة وفاز 2-1 يتأهل صحبة المنتخب البرازيلي، وهذا ما حدث مع الأسف. يعني حتى تلعب في نفس التوقيت في بعض الأحيان الحسابات ممكن لا تستطيع أن تسيطر عليها. صحيح، لكن الجزائر هو الأول بلد فاز بمباراتين في كأس العالم ولم يتأهل للدور الثاني. صحيح. على كل هذه المباريات الآن كابتن فؤاد، كيف ترى مباراة المنتخب النمسا؟ النمسا لعبت مع تونس وقدمت الحقيقة مباراة جيدة، باعتبار المنتخب النمساوي كان يلعب في نقص عددي، يلعب 10 لاعبين تقريبا طيلة 55 دقيقة في هذه المباراة، وتمكن من تحقيق الانتصار وهو في نقص عددي. صحيح، يعني منتخب متطور جدا خلال الفترة الأخيرة. المنتخب النمساوي سيكون رقم صعب في هذه المجموعة. أكد لكم بأن ما يحتويه من تعداد وأيضا مدرب جيد، أعتقد أن سيكون رقم صعب في هذه المجموعة، وعلى المنتخب الجزائري التحضير جيدا لهذه المباراة، عدم الدخول في الصراع التاريخي والمباراة الثأرية، وإنما التركيز فقط في كيفية الخروج
بالنتيجة المرضية التي تؤهلنا على الأقل في المركز الثاني، لأننا لا نريد أن نتأهل في المركز الثالث. كما قال محرز يعني يكفيك فوز وحيد تقريبا وعدم الخسارة بنتائج ثقيلة في المباراتين الأخرتين من أجل التأهل كأفضل ثالث. يعني 8 من 12 ثالث يتأهلون إلى الدور الثاني. مباراة مهمة ومهمة جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري. أعتقد أن علينا نسيان الجانب التاريخي.